طهران. يعقد غدا في موسكو مؤتمر دولي حول السودان في إطار المساعي الروسية لحل المشكلات العالقة في هذا البلد وفتح باب الحوار بين الفرقاء بشأن السبل الكفيلة بإنهاء الاقتتال في دارفور. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. منذ أن عين الكرملين مبعوثا خاصا إلى السودان سعت موسكو إلى عقد ندوة لمناقشة الأوضاع في بلد يعاني من النزاعات الداخلية والتدخلات الخارجية، فالدولة الأكبر مساحة في أفريقيا تحتفظ بود تاريخي لروسيا. أهمية مؤتمر موسكو أنه سيجمع كل الفرقاء السودانيين، خاصة أن معظمهم تعلم في موسكو، له خلفيات هناك، والكثير من أهل السودان لديهم علاقات طيبة مع الاتحاد السوفيتي السابق. وكان المبعوث الرئاسي إلى السودان ميخائيل مرجيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي حظ عبر جولات مكوكية مختلف الأطراف على المشاركة في ندوة موسكو. هذه الندوة هي مبادرة روسية، وقد أعلن عنها السيد ميخائيل مرجيلوف مبعوث الرئيس الروسي عند زيارته للسودان لأول مرة في الجزء الأول من هذا العام، وكانت عن دارفور، ولكن تطورت الفكرة إلى ندوة علمية عملية حول مشاكل السودان حسب قراءته للأوضاع، ولذلك فهي مبادرة روسية بحتة. نحن يعني متأكدون من حسن النوايا الروسية وصدقها فيما يتعلق بالسودان، خلافا لمؤتمرات المصالحة التي جرت سابقا برعاية دول إقليمية، فإن موسكو لا تتنطع لدور الوسيط ولا تشترط حضور كل الفرقاء السودانيين إلى الندوة، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 20 مسؤولا حكوميا وبرلمانيا، في مقدمتهم غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني. لا ننتظر تحولا نوعيا في المواقف، لكن ندوة موسكو تشكل فرصة جيدة لتبادل الآراء مع خبراء دوليين إلى جانب ممثلي السودان. روسيا تقف على الحياد من الوضع هناك ولا تتأثر بمواقف الفرقاء مثل ما تتأثر الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا، ولدينا مع السودان بكل أطيافه علاقات قديمة هي رصيدنا في هذه الندوة. انتهت الحرب بين الشمال والجنوب، ويوشك دخان المعارك في دارفور على التلاشي، فهل تصلح ندوة موسكو لأن تكون بلسما للجراح؟ سلام مسافر، روسيا اليوم.